ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده ان شاء الله مع بعض هنعمل طريقه البانيه، طريقه سهله وبسيطه وان شاء الله هتطلع معاكي ناجحه. بس لو اول مره تشوفيني، انا اسمي نورة جمال، واتمنى انت تشتركي في الفيديو وتحطي لي لايك. معايا اول حاجه للطريقه، معايا نص كيلو من البانيه، عليهم فصين من الثوم وروزماري، ومعايا البهارات فلفل وبابريكا وملح وورق غار وسبع بهارات. معايا بصلتين مبشورين كده كبار، ومعايا معلقة بيكنج باودر، هتعرفوا في الاخر انا محتاجاها ليه. هنزل كده بالبانيه بتاعي مع الثوم ومع الروزماري، هنزل كده بالبهارات، وهنزل بالبصلتين اللي مبشورين كويس. هقلبهم بقى كويس بالشكل ده، اتاكد ان التوابل كلها اتوزعت بالشكل ده كده. هنزل بمعلقة من المايونيز ومعلقة من المستردة. عندك عادي، مش عندك عادي برضو، بس هما بيضيفوا كده طعم للاكل بجد حلو. هقلبهم بقى كويس بالشكل ده كده. بعد ما قلبتهم بقى بالشكل ده كده، هحطهم نص ساعة لساعة في التلاجة، وبعد كده هطلعهم تاني. معايا الدقيق، معايا ليه معلقة من الفلفل، وحطيت معلقة من البابريكا، وبعد كده هقلبهم كويس بالشكل ده كده. وفي طبق تاني معايا بيضاية، هحط عليها فلفل، ما حطيتش عليها ملح لان البانيه متبل مش هينفع احط عليها ملح. هقلبها بقى كده كويس بالشكل ده، وبعد كده هنزل عليها معلقة ونص كده من المية العادية خالص، واقلبهم كده كويس بالشكل ده. ومعايا في طبق تاني الفيجيتار او بقسماط مبشور، حطيت عليه معلقة البيكنج باودر. ممكن تحطيها على الدقيق عادي، لكن انا بحط على البيكنج باودر على الفيجيتار، علشان بحس ان هو احسن، بينفش وبيخلي الفيجيتار من بره ناشف. هحط بقى هجيب البانيه واحطه اول حاجه في الدقيق بالشكل ده، من المنظر ده كده. وبعد كده هنزل عليه، هنزل في البيض على طول كده بالبانيه بالشكل ده. وبعد كده هحطه في البقسماط او في الفيجيتار اللي موجود عندك. عايزه اقول لكم بجد ان انتوا لو جربتوا الطريقه دي هتعتمدوها وهتجربوها او هتعملوها دايما بجد، لان الطريقه دي غير اي طريقه تانية بجد. يعني ممكن البهارات شبيهه لبعضها، بس معلقه المايونيز والمستردة فرقت كتير بجد، ومعلقه الكربوناتو او البيكنج باودر المتوفر عندك حطيه عادي. هو ده اللي بيفرق بجد. حطيته بقى كده تاني معاكم. اول ما بشيل من البيض كده بحطه في البقسماط او في الفيجيتار، لازم تتك عليه تتكيه جامده كده علشان ما الفيجيتار ما يقعش منه. عندي بقى الزيت سخنته جامد، وبعد كده حطيته في الزيت، واول ما بينزل في الزيت بيبهدله بصراحه علشان الفيجيتار والبيض. قلبته بقى بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان هو كان كريسبي قوي من بره، وبجد كان طري وطيب جدا. وبس، يا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وتشيروا الفيديو ده لو عجبكم لكل اصحابكم.